صباحكم هنا وسعادة ورضا، صباح الفل، صباح الياسمين، ورمضان كريم عليكم يا رب العالمين. وعلى الصوم مستعدين وعلى أكل اللحمة النهاردة والمحشي هاجمين. صباحكم هنا وصباحكم رضا يا رب، ورمضان كريم عليكم وعلى أمة محمد يا رب العالمين. النهاردة عندنا عزومة، عندنا وليمة يعني كده، كل الحبايب متجمعين على فطار أول يوم رمضان. يا رب دايما متجمعين في الخير والهنا والسعد يا رب العالمين. تعالوا ما اقول لكم النهارده بنعمل ايه. طب مش نصبح عليهم؟ وصبحي اصلا انت قايمه بدري وعاملين لنا قلق من بدري. صباح الفل على عينكم، كل سنه وانتم طيبين وعدا عليكم الايام بخير يا رب. ولا ينقص حد ابدا منكم ابدا يا رب العالمين. وجعلكم يا رب في الدنيا دايما يا رب يا رب. تعالوا بنقول لكم بقى احنا النهارده عندنا وصفات جامده 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 يعني. نمشي كده خطوه خطوه. طبعا لسه قايمه من النوم شويه وهتلاقي الصوت ده مختلف. بدأنا كده. قامت عملت تسبيكة المحشي. والله كان فتى خلصت بس البوتاجاز ما عادش اولع. طيب مش لازم الفضا يا حمو. عملنا تسبيكة المحشي زي ما انتم شايفين وهتتسبك وهنلف مع بعض. وعندنا الحمنة ما شاء الله. نمشي مع بعض كده خطوة خطوة وان شاء الله فيديو النهارده يعجبكم. ويا ريت اللي بيتفرج على الفيديو ما ينساش لايك وشير الفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة لو بتشوفيني من على اليوتيوب، ولو بتشوفيني من على الفيسبوك تعليق حلو منك وتقولي انت بتشاهديني من انهي بلد، ولايك لايك لايك. نبدأ بقى كده ونسمي الله. واول وصفة معانا هي اللحم. سخنا المية بتاعتنا وهنسقط اللحمة فيها ونسيبها قبل ما تقلب كده وهي لسه بتفقم معانا. هنقشط ريمة، وطبعا كلنا شاطرين وعارفين بنعمل اللحمة ازاي. تعالوا بقى واحنا بنقشط ريمة على العين. بص كل العيون بتاعتنا شغالة. جبنا اللهم صل على النبي. هي اللي كان في الحلة اللي في الجنب دي التسبيكة بتاعت المحشي. والله العظيم نسيت. معلش احنا اكلنا وسحمناها بقى وخلاص تيسنا. وقطعنا بصل ومستكه وحبهان وحطيناها كده زي ما انتم شايفين، وبصله متقطعه. ونزلنا بالبطايه الجميله بتاعتنا. اسكتوا، سمعت النهارده ان واحده راحت تشتري بطايه لها ب 700 جنيه. قلت لا روح اجيب مكانهم فراخ احسن. اقسم بالله ده والله العظيم. ده الحمد لله ان احنا مربيين بطاطين عمي. هنقشط ريم. بص شوفي ايدك شغاله في كل حاجه. تشيل الريم وتشوحها على اللحمه على البطه بتاعتك. البطه دي كان معاها فرخه بلدي يتيمه. قطعناها وطبخناها كمان مع البط. وطبعا بقى الحوايج ما عادش حد بيرمي حوايج. رميت القنصه والكبده والرقبه والرجلين وكل ما تشتهي الانفس موجود. لفه معانا كده. وبعد كده هنضيف عليها بصله مرطينها بفلفل اسود وكركم وملح وحبايه من الطماطم. ولو عايز الشوربه بتاعتك تكون حمرا زود الطماطمايه كمان. وكمان حطينا ورق لوري ودمجناهم في بعض خالص كده خالص خالص. ونزلناهم لحد ما تتشوح معاهم شويه تاخد الريحه الجميله بقى. وبعد كده تحطي الميه بتاعتك. تمام كده تمام. عزومتنا النهارده جميله ولذيذه وفيها ناس بنحبهم جدا جدا جدا. ودي تسبيكه المحشي كمان. هي مش عزومه حد غريب، هم اهلي وحبايبي. وكمان كان جاي لنا حبايب قلبنا من بلد امي يعني، ناس كده ولاد خالاتي. ف بصراحه كان الاكل ليه طعم تاني وهم موجودين. ويا رب يديم لمتنا علينا في حياتنا نعمه وما يحرمنا من بعض ابدا يا رب العالمين. ويقرب في الشهر الكريم كل الحبايب من بعض، واللي متخاصمين يتصالحوا واللي متفرقين يجتمعوا. ويا رب يجمع كل الناس يا رب يا رب العالمين. وبعد كده نزلنا عليها بالميه بعد ما اتشوحت حلو. وحطينا لها معيار الميه علشان ما اقعدش ازود عليها اي ميه تاني خالص. نغطي عليها بقى تستوى ونشيل الريم بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. هنحط بقى مستكة وحبهان وكمان هنحط بصلة وهنمرطها نفس ما عملنا للبطة. في ناس بتشوح لها، ممكن تشيل الشوربة على جنب وتشوح اللحمة زي ما شوحنا البطة كده بالظبط. وبعد كده تنزل عليها بالشوربة، تصفي شوربتك وتنزل عليها بالشوربة. وناس بتعملها زي الطريقة اللي انت شايفاها دي. كل واحد بطريقته وكل واحد بنظامه. نعم. يا حاجة لازم مصر كلها تتكلم جنب التسجيل وانا بسجل والله. قال يعني انت بره مش هسمعك، جوه هسمعك انا بسجل اقسم بالله. وبعد كده اللهم صل على النبي. الرز
ماما غسلت الرز وحطت عليه الشبت والكزبرة وحطينا عليه الصلصة، وكله يندمج 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 مع بعضيته زي ما انتم شايفين كده. وظبطنا طبعا بهاراتنا وكده. الخلطة بتاعت المحشي بتاعتنا جاهزة وزي الفل. نقعد بقى كل الحبايب كده ونتجمع على الحله. حاجه من الحله اللي احنا نحشيها دي ما شاء الله حله حله يعني. بس يعني شوف امي بتحط ايدها في قلب الحله والله ما بتبان. قعدنا بقى كده احنا والحبايب نلف اللف. مش مقتنع ان انا بسجل برضه، مش مقتنع. يا حيزني اقول بسجل محدش مصدقني. طبعا بشوف والله انا ما فصلت، مش فاهمه انا كنت صايمه ولا فتره. والله ما بطلت كلام. بقي ده مش شغال. حاجه كمان موسوسه اقسم بالله. عمال اقول لماما الكرنب ده مع اني لسه سالقينه والله. بس بصراحه كان جميل يعني. وامي اصلا بما انها قصيره ومقعدينها على على مخده كمان ما هيش شايفه والله. شوفين عماله كل شويه تقب ازاي عشان تشوف قاع الحله من تحت ارضيه الحله عشان تعرف ترص فيها الكرنب. وامها بتلف في طبق قدامها وبعد كده بتقوم ترصصهم تاني في قلب الحله. سيب كنت من قعدة الترابيزه دي ما كانش احلى من قعدة الارضيه كده وكل يتجمع على حله المحشي وتبقى كله قريب من بعضه. بس ما عادش يا اختي والله. خلاص قول على الركب كل سنه وانت طيبه وعلى الرجلين اللي ما ينفعش تقعد على الارض. نلف بقى كده ونتكلم ونرغي. شايفين والله قاعده برق واشخط وازعق مفيش فايده. اقسم بالله لو الفيديو ده بينزل لكم بكل فضايحه تقريبا هتبلكوني والله. يبقى بحس ان الانترنت هتيجي تشتلني ببعض انا والعيله الكريم. الحمد لله ان احنا بنسجل. لا حول الله يا رب ولا حول ولا قوه الا بالله. اهو زي ما انتم شايفين كده عمالين نحشي ونتكلم نحشي ونتكلم. سيبكم دول احسن من المحشي نفسه هو لمة العيله الكريمه. تعالوا بقى ما شاء الله نشوف الاكل بتاعنا. البطه بتاعتنا ما شاء الله استوت والمحشي لسه هيتولع عليه وعملنا دقيق محشي صغيره كمان. ودي اللحمه بتاعتنا اللي خلاص دخلت في السوا. بوريكم كل حاجه ما شاء الله على الطبيعه وكأن الفيديو ده طالع من قلب بيتنا بالظبط. سيبيه. اللحمه بقى اللي انتوا شايفينها دي بعد ما ظبطناها وخلاص دخلت في التسويه بنسبه 90% كده. قطعنا بصله وطماطمايه وقرن فلفل ودمجناهم مع بعض كده حلو وهنمرطهم مع بعض كده ببهارات فراخ او بهارات لحمه اللي موجود عندك وملح وفلفل وكمون وكزبره ومعلقتين زيت واهميكي خالص كده كله ببعضه كده مرطيه. وهات اللحمه بتاعتك بقى بس يا جوهر لو سمحتي. هات اللحمه بتاعتك وحطها في قلب الخلطه الجميله دي. وكله مع بعضه كده وهتاخد من بعضها وهتبقى معاكي حاجه عظمه. نحط لها بقى كرنبان شوربه كمان لحد عشان احنا عايزين الخضار بتاعنا يستوى وعايزينها تدخل في بعضها كده في قلب الطاجن الجميل ده. انا كنت هنا بجيب الورق الالومنيوم اللي هنلف بيه الورق الحراري ده اللي هنقفل بيه الطاجن بتاعنا. يبقى كده عملت احلى طاجن لحمه بالخضار
وكمان عملت كمان شرب. معانا كمان يا احلام، معانا حبة رز بالخلطة يا جماله. حطينا البسلة تتلوح شوية، وفرمنا قطعتين لحمة صغيرين كده كانوا عندنا في الفريزر، لحمة بلدي حلوة كده، وفرمناهم في الكبة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين، ونزلنا عليهم. وكمان قطعنا حبيتين من الطماطم ونزلنا عليها كمان على الخليط بتاعنا ده، على البسلة والجزر واللحمة. قطعنا حبيتين طماطم ونزلنا عليهم، وهنسيبها كده تاخد من بعضها. وهولع على الطاجن بتاعي وكده الدنيا تمام. هنزودها شوربة كده، عملنا شوربة بط، زودناها شوربة بط تغلي بس معانا كده، وبعد كده هننزل بالرز. طب ما ممكن الرز يا احلام الاول، ممكن عادي خالص، اعملي اللي انت عاوزاه، المهم توصلي لنفس النتيجة دي. حطينا بقى كركم اصفر وبهارات مش كتير علشان ما تغمقهاش معاكي، واهم حاجة القرفة، وتسيبيها لحد ما انا حاطه والله. وكمان حطيت اللهم صل على النبي كاري. وبعد كده بقى لما غلت نزلنا بالرز، غسلنا الرز بتاعنا، سواء لو انت عايزه بسمتي او عايزه عادي زي ما تحبي. وقلبي كده كله ببعضه، وظبطي ميته مظبوطه والدنيا تمام. وهندوق حدق، لو لقيناه مظبوط يبقى كده زي الفل ومتفل وعشرة. وهنسيبه لحد ما يشرب ميته، وظبطنا ملحه، وشكرا على كده. اهو شايفين ما شاء الله الرز بتاعنا اتشرب ميته. وهنهدى عليه لحد ما يستوي او يتلدن على حسب ما انتوا بتقولوا عليه. لو وصلت لحد هنا وما عملتش لايك، لا تنساي وتنسطر تحط لايك، وتقول انت بتشاهديني من انهي بلد. الطاجن بتاعنا بقى زي الفل وبيبقبق كده وجميل جميل جميل، وريحته جايبه لاخر الشارع. حطيه في الفرن بقى او ما تحطوش زي ما تحبي. وهنا كمان معانا الرز بتاعنا استوى زي الفل. وتعالوا بقى اما نشوف تقديمة المحشي بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين. تعالي يا مها شوفي طريقة الغرف دي بقى بأي طريقة انت عاوزاها. عملت الصينية الكبيرة بتاعتك دي وحطيت عليها محشي ورز بالخلطة. وعارفين الكبسة السعودي، عملنا كبسة سعودي. عملنا بقى العصير بطريقة عظمة، مانجا على فراولة على جوافة. شايفين الجمال والألوان، الألوان كده داخلة ومتناسقة مع بعضها، وحاجة كده تحفة ما حصلتش. وده كان أكلنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وسنة سعيدة عليكم جميعا يا رب العالمين. ويبلغنا رمضان يا رب، وكلنا يعني كلنا يا رب كده مفيش حد محروم، وكله واكل وشبعان يا رب العالمين. ويقضي ايامه على خير، وما يدخل رمضان على كل بيت غير وهو في اتم الصحة والسعادة والخير والهنا يا رب العالمين. ودي كده والناس متجمعة، والعزومة بتاعتنا متجمعة. شايفين ما اختي والحبايب. ودعوة حلوة لأسامة من القلب ان ربنا يشفيه ويعافيه يا رب العالمين. يا رب ما يطلعنا من رمضان غير وهو سالم غانم يا رب العالمين. اهو شايفين دي التجمع واللمة، ويا رب يديم لمتنا علينا بخير وسعادة وهنا. واشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات تانية كتير. ويا ريت ما ننساش لايك وشير الفيديو واشتراك وتفعيل زر الجرس للقناة. والى اللقاء.